السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى عملت لكم فيديو جديد بالقشطه بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي. القشطه دي يا جماعه انا جمعتها من الجبنه الفلاحي اللي احنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده. عرفتكم ازاي اللي احنا نعمل جبنه فلاحي بطريقة سهلة خالص وبسيطة. فأنا بقى كنت بعمل كميات على طول، بجيب اللبن وبروبه وبجمع القشطة اللي عليه اللي على وش اللبن يعني. جمعتها لحد ما بقت معايا بالكمية اللي انتوا شايفينها دي. بجمعها كده في علبة في أي حاجة عندي وبحطها في الفريزر. بحتفظ بيها لحد ما تبقى كمية كده اللي هي تستاهل اللي احنا نعملها سمنة يعني. فانا بقى ايه طلعتها من الفريزر لحد ما فكت خالص معايا بالشكل ده، وبدأت اللي انا الفها بايديا كده وربها بايديا كده عشان خاطر تفصل من بعضها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. فضلت الف كده علشان تفصل من بعضها كده. ما فصلتش يا جماعة، ما فصلتش عن بعضها. يعني عملت ايه بقى؟ اتصرفت، عملت بالطريقة التانية. حطيت القشطة بتاعتي دي، حطيتها في حلة ألمونيا أو أي نوع حلة عندك يعني، ورفعتها على البوتاجاز بالشكل ده. فضلت أقلب فيها كده، وجبت كوباية من المية المج حطيتها عليها. الطريقة دي سهلة خالص يا جماعة. لو انت عايزة تشتغلي بالطريقة دي أسهل برضو وحلوة برضو، بس هي بتغيب شوية على النار. اما الطريقه اللي انا كنت بعملها بايديا دي ما بتغيبش على طول، ما تحطها على البوتاجاز ما بتغيبش. فضلت اقلب كده لحد يعني من الوقت للتاني كده لحد ما بدأت تفور كده شويه مني، وايدي فيها برضو شغاله كده، وايدي على طول فيها لحد ما بدأ الفوران بتاعها يقل، وبدأت كده العجوزه تبان اللي هي المرطه يعني. احنا بنقول عليها هنا كده يعني عجوزة اسمها ايه، مرطة. فبدأت تظهر معايا، والسمنة بتاعتي بدأت تظهر معايا كده، وبدأت المرطة بتاعتنا تحمر اهي وتاخد اللون كده معايا. خلصت السمنة بتاعتي، بدأت اعباها بقى في البرطمانات بتاعتي، والمرطة بتاعتي برضو اهي طالعة جميلة ما شاء الله، ومرملة كمان وطعمها حلو. وقبل ما انسى يا جماعة انا حطيت لها برضو معلقة صغيرة من الملح. لايك وشير لو عجبك الفيديو.